نرحب بك معالي الوزير على شاشة TRT عربي. يعني بعد مرور قرابة نحو 3 أعوام من الحرب، عندما تحدثنا ماليا واقتصاديا، كيف تقيمون معالي الوزير الوضع الاقتصادي والمالي في السودان؟ ما هي أبرز الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوداني؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أرحب بك يا أستاذة أمنية، وأرحب بمشاهدي قناة TRT هذه القناة. وفي الحقيقة الإجابة على سؤالي، طبعا الوضع الاقتصادي هذا كان نتاج طبيعي للحرب في أي مرحلة وفي أي بلد، وتأثر أيضا تأثير كبير جدا، ولكن الآن بدأ في تعافي ملحوظ. وبعد أن عانى في العام الماضي من انكماش كبير جدا، وده طبعا يعني أدى لتغلظ للثلث في 2023، وده أدى اللي هو نقصان الناتج المحلي الإجمالي ليصبح أقل من النصف مما كان عليه قبل الحرب. ولكن طبعا دي كان نتاج لدمار الحرب والآثار الاقتصادية الصاحبة الحرب. والحرب أثرت في المصانع، أثرت في المناطق الصناعية، أثرت في نقل البضائع من وإلى الموانئ، أثرت في الطرق، أثرت في انهيار البنية التحتية، وده كان له أثر واضح جدا ومباشر في حركة التجارة الخارجية وفي التحويلات الرسمية للدولة، وتأخر استعادة النظام المصرفي في البلد. ده كله في مجمله أيضا أدى إلى وجود أرقام كبيرة شوهت في الاقتصاد السوداني. ولكن الآن الشيء المفرح إنه الحمد لله الآن بدأ الاقتصاد في التعافي تدريجيا نحو الأفضل إلى الأفضل إن شاء الله. طيب معالي الوزير، إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، وإذا ما طلبت منكم تلخيص الوضع المالي للسودان في رقمين: العجز المالي والتضخم، أين يقف السودان الآن؟ في الحقيقة طبعا يصعب من الصعوبة بمكان تحديد أرقام بصورة دقيقة في هذا الوضع. حتى هذه الأرقام التي تفضلت بتلاوتها أنا لا أعتقد إلى أي مدى هي دقيقة، لأنه في ظل غياب البيانات، وطبعا ده كان نتاج طبيعي لغياب النظم المعمول بها في الدولة وعدم توفر البيانات بصورة دقيقة في وقتها في الوقت الحالي. ولكن بصورة عامة الحرب أدت إلى تدهور في البنية التحتية زي ما ذكرت لك، وأثرت في القطاعات الخدمية بصورة عامة، وأدت إلى تدهور يمكن ما يقارب 13 مليار دولار في القطاع الصحي كمثال لذلك. القطاع الصحي فقط أكثر من 250 مستشفى. ده طبعا زاد العبء على الدولة على أساس أنها تتحمل مصاريف، تتحمل الخدمات الصحية، تتحمل الإغاثة، وتتحمل أعباء اللي هي الجهات الأكثر هشاشة فيما يتعلق بالصرف الصحي وصرف المياه وصرف التعليم في ظل شح الموارد. ولكن لا أعتقد أنه يمكن الآن تحديدا بصورة دقيقة الأرقام الاقتصادية لحجم التضخم. عموما أعتقد التضخم زاد بصورة حادة جدا حسب تقديرات البنك الدولي، ما يزيد عن 200% في العام الماضي، ولكن الآن بدأ في التعافي تدريجيا. طيب كيف تتعامل وزارتكم معالي الوزير مع هذه الأزمة، أزمة التضخم؟ ما إجراءاتكم في هذا الإطار للسيطرة على التضخم وعلى الأسعار؟ في الحقيقة الإجراءات عديدة. نحن عندنا خطة عريضة، خطة مالية وخطة اقتصادية عريضة، وده الوزارة كانت من أولى أولوياتها في الفترة الأولى منذ اندلاع الحرب، اللي هو إعادة حشد الموارد أو إعادة حشد الإيرادات في الدولة، هذه الإيرادات القومية التي تعتمد عليها الدولة بنسبة كبيرة جدا. ومع ذلك كان التركيز زي ما ذكرت لك، كان التركيز في ضمان انسياب الخدمات الأساسية وضمان انسياب الخدمات للفئات الأكثر هشاشة. ولكن مع التعافي مرحليا الآن انتقلنا إلى مرحلة إعادة الارتباط الفعلي مع المنظمات الدولية، وبالفعل الحمد لله في زيارات مبشرة جدا. اللي يعني نحن اجتماعنا كان حضرنا اجتماعات البنك والصندوق الدولي في واشنطن في نوفمبر الماضي، واجتمع البنك الدولي خصيصا، مجلس إدارة البنك الدولي عقد اجتماع خصيصا لمناقشة موضوع السودان والنظر في إمكانية تمديد الدعم والعون للسودان. وفعلا الحمد لله أعتقد بدأ التعافي، وبدأنا فعليا مرحلة إعادة الارتباط مع المنظمات الدولية. استقبلنا الأسبوع الماضي أيضا بعثة البنك الدولي في السودان، وكان في بشريات أيضا بزيادة التمويل فيما يتعلق اللي هي التحول من الإغاثة الإنسانية إلى بداية التعافي وإعادة الإعمار. معالي الوزير،
ما هي أبرز المؤشرات التي ترونها تبعث على هذا التفاؤل في مرحلة التعافي الاقتصادي في السودان؟ أشكرك على هذا السؤال. في الحقيقة المؤشرات عديدة، من أبرز المؤشرات تهيئة البيئة للعودة للخرطوم. الآن نحن بنتكلم عن نحو ما يزيد عن 13 مليون نازح سوداني الآن بدأوا في العودة التدريجية إلى الخرطوم، وبدأ الحركة التجارية، بدأ تشغيل المنشآت الإنتاجية والقطاعية في كل الدولة، بدأ التعافي للبنية التحتية. طبعا ده كله إذا يعني يتطلب توفير الأمن في المرحلة الأولى وتوفير البنية التحتية. زي ما قلت لك، من الخسائر الكبيرة شهيدة الدولة هي فقدان ما يزيد عن 50% أو 40% من البنية التحتية في الكهرباء، في شبكات الكهرباء القومية، وده طبعا كلف الدولة يعني عبء رأسي مالي كبير جدا في المرحلة السابقة. الآن الحمد لله بدأ التعافي تدريجيا نحو إعادة تشييد شبكات الكهرباء، ونشكر الشركاء الداعمون في هذا المنحى، ونطلع على شركات إقليمية أكبر في دعم هذا القطاع الهام جدا، لأنه طبعا ده بيعتمد عليه كل الصناعات التحويلية، الصناعات الأساسية، صناعات الصادر، بيعتمد عليه النقل، بيعتمد عليه حركة نقل البضائع، بيعتمد عليه الحركة الإنتاجية وهكذا. عندما تحدثنا مع الوزير على النظام المصرفي والمالي في السودان، ما أولويات وزارة المالية لإعادة تشغيل النظام المصرفي والمالي؟ طبعا دوما كان النظام المصرفي والنظام المالي هو نظام اتحادي في الدولة. الآن النظم تعمل، كانت في بدايات الحرب أعتقد حتى يونيو 2023 إذا صح هذا التاريخ، تم استعارة النظام المصرفي بصورة تامة أو بصورة جزئية. بدأ التعافي نحو نهاية 2023 كان النظام المصرفي يعمل بفعالية تامة، وكذلك النظام المالي بدأ بالتركيز على إعادة حشد الموارد أو حشد الإيرادات القومية، ثم نعمل على خطط عريضة للتعافي التدريجي في هذه المرحلة، من أهم توسعة الشراكات الدولية وتوسعة الشراكات الثنائية والإقليمية. والآن نعمل على تصميم وإعداد نظم رقمية تعيننا في تتبع إنتاج وصادر المعادن، بالذات في قطاع الذهب، والصادر في المحاصيل الأخرى، وصادر في المنتجات الزراعية وكل الصادرات الأخرى. نعمل أيضا على توطئة اللي هي الأعمال الرقمنة في الدولة بما يتماشى مع النظم الرائدة في العالم. والآن الدولة تتبنى مشروع كبير جدا هو مشروع منصة بلدنا. هذه هي منصة رقمية بتساعد في ممكن نقول رقمنة القطاع المالي والاقتصادي، مما يساعد في الفعالية ويساعد على إدارة الموارد بصورة فعالة والتقرير عنها، وزيادة إنتاجية دافعي الضرائب والأعواد الجمركية بصورة أكثر فعالية في الدولة. الدين العام للسودان معالي الوزير يتجاوز 50 مليار دولار. ما وضعه الآن بعد توقف مسار الإعفاء، وإذا ما كانت هناك قنوات مفتوحة مع مؤسسات إقليمية لربما لتمويل طارئ؟ وزارة المالية والمؤسسات المعنية في الدولة تعمل على سياسات مختلفة لإدارة ملف الدين العام، وده ملف هام جدا. وزي ما تفضلت حضرتك ذكرتي إنه من أهم النقاط إنه السودان الآن طبعا نحن تحت مظلة الإعفاء الهيبك أو الإي سي إف، اللي هو برنامج IMF المعروف دوليا، وده طبعا عنده قيود، يعني ما بيساعدني في إنه نبدأ في برمجة إعادة أي دين، وحتى في ظل شح الموارد أعتقد ليست من السهل الدخول في برامج إعادة الديون أو جدولة الديون. ولكن هنالك سياسة أخرى وهنالك يعني سياسات أخرى نعمل عليها مع شركاء الدوليين والمانحين الدوليين، بيساعدنا في الحصول على منح صغيرة أو على عروض ما أمكن، أو صيغ تمويلية، يعني محاولة ابتكار أدوات تمويلية بتساعد في التمويل لبناء مشاريع البنية التحتية. يمكن كانت في زيارة ناجحة جدا لتركيا في الشهر الماضي، أيضا توصلنا فيها لتفاهمات عديدة في هذا المجال.
مهم. نتحدث عن هذه الزيارة واللقاءات المختلفة مع مسؤولين أتراك خلال زيارتكم لتركيا، خصوصا مع محافظ البنك المركزي. أود أن أسألك هنا عن أبرز الملفات التي تمت مناقشتها وتقييمك لاستعداد الجانب التركي لدراسة الخيارات المتاحة لمعالجة الديون أو ملف الديون السابقة. انا قبل اجاوب على هذا السؤال جيد جدا، اشكرك على هذا السؤال. داير اشير للموضوع بتاع اللي هو فقدان قيمه الجنيه السوداني لقيمته تدريجيا. طبعا ده كان نتاج طبيعي للحرب، ودي حاجه بتحصل في معظم الدول من رواندا الى كولومبيا، بتحصل عبر الحروب، ولكن هذا لا يعني نهايه المطاف. وهذا التدهور لم ينتج كنتيجه مباشره لنقص او عجز في السياسه النقديه او السياسه الماليه. ده كان نتائج طبيعي جدا لشح الموارد القوميه لضعف الانتاج. طبعا زي ما ذكرت لك كل الاليات والبنيه التحتيه بتساعد في القطاعات الانتاجيه في الدوله تم تعطيلها بصوره كامله او بصوره جوهريه، يمكن 90-80% تم تعطيلها. بالتالي توقفت اداره الموارد القوميه في الدوله. ده طبعا يعني ألغى بعاطه على القطاع الخاص أيضا، لأنه إدارة الخدمات القومية بتدير الدولة، بالتالي البنية التحتية في الدولة تأثرت والنظم المالية تأثرت. ده بالتالي أثر في القطاع الخاص، أثر في الاستثمار الأجنبي بصورة جوهرية، أثر في الميزان التجاري، في ميزان المدفوعات للدولة، وفي حجم التجارة الخارجية. وده يعني كنتيجة مباشرة طبعا أدى لضعف الإنتاج. بالتالي كنتيجة از ديفولت حيكون في زيادة أو في تدهور لقيمة العملة. ولكن الآن بدأ التعافي تدريجيا أفتكر في هذا المرحلة. أرجع إلى سؤالك الجيد جدا. هو زيارة تركيا كانت زيارة ناجحة جدا، ومن أهم الملفات اللي تناقشنا فيها ملف الدين زي ما تفضلت حضرتك. وطبعا العديد من الشركات التركية وعلى رأسهم بنك الصادرات التركي، وهو بنك حكومي تركي، هو بنك شريك في التنمية في السودان. يعني نفذ أكثر من 3-4 مشاريع استراتيجية قومية في الدولة، أهم كوبريه حلفاية والمكنمر، وبعد محطات المياه القومية في الدولة. ونعمل على الوصول إلى صيغ مرنة جدا. أشكر في هذا المجال معالي الوزير، معالي نائب وزير المالية الأستاذ عثمان سيليك، هو بترحيبه لنا في وزارة المالية وفي وزارة الخزانة التركية، ووعدوا لنا بالنظر في موضوع الدين المتبقي في هذه المشاريع القومية. وأيضا نعمل على وجود آليات مرنة بالتفاهم مع بنك الصادرات التركي. أما فيما يتعلق بلقائنا مع معالي الدكتور الفاتح كرهان محافظ البنك المركزي، كان لقاء جيد جدا. أستغل هذه الفرصة لأشكره وعلى ترحابه لنا في البنك. الحقيقة تناولنا العديد من الملفات. من أهم الملفات توصلنا لتفاهمات في إنه احتمالية زيارة الاستثمارات التركية في السودان، خصوصا فيما يتعلق بقطاع البنية التحتية، وبالتالي نتوقع ازدياد حجم العمليات المالية ونتوقع زيادة المعاملات المالية في السودان وزيادة الفروع التركية. وأعتقد لا يزيع سرا أن الآن لدينا بنك زراعات في السودان، هو فتح فرع آخر في بور السودان، والآن يعمل على إعادة فتح الفرع الرئيسي في الخرطوم. طيب معالي الوزير، وأعتقد أيضا هنالك صيغ مالية جيدة جدا تم حديث فعلي كذلك معالي الوزير. هناك حديث فعلي عن البدء في مرحلة إعادة الإعمار في السودان. أود أن أسألك هنا عن ملامح خطة الحكومة السودانية لملف إعادة الإعمار في السودان، وكذلك دور وزارتكم في بلورة أي خطة. في الحقيقة هنالك مساعي قومية عديدة بدأت يعني في وقت سابق. هنالك لجنة قومية تم تشكيلها تعمل على إعادة تهيئة البيئة للعودة للخرطوم، وتعمل على إعادة تهيئة البيئة في الجزيرة في معظم الولايات التي تأثرت بالحرب. وهنالك لجنة قومية أيضا شكلت من الأكاديميين ومن المهنيين لتقييم آثار الحرب، وضعت تقديرات أولية لحجم الخسائر، وضعت وضعت خطط لإعادة الإعمار. هذه المسودة الآن أعتقد تم ترجمتها وتم تبادلها مع المنظمات المعنية من الأمم المتحدة والبنك الدولي منظمات التنمية الدولية. هذه الخطة العريضة للدولة الآن في ظل هذه المشاريع، ولكن وزارة المالية أيضا من أولى أولوياتها هي مساعدة هذه
مساعدة تنفيذ الخطة في إيجاد الصيغ المالية المناسبة ودعمها على مختلف القطاعات الأخرى في الدولة. ونعمل على العديد من السياسات الآن جارية فيما يتعلق بالشراكات الدولية، البحث عن المنح والقروض الميسرة من منظمات التنمية الدولية ومن المانحين الدوليين، وبحث الشراكات الثنائية وبحث الصيغ المرنة في ظل ظروف بداية التعافي ما بعد الحرب.